ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بحكايه يوجين مروض الوحوش وقاهر الرتب بس لو انت اول مره تتفرج على حكايه يوجين الاسطوريه فانصحك تروح تتفرج على الاجزاء اللي فاتت على صفحه القناه، وهسيب لك اللينك بتاعهم برضه في صندوق الوصف. وحابب اشكركم على كلامكم الجميل اللي بتكتبوه لي في التعليقات ده، والله هو ده اللي بيخليني استمر، مع اني كسول جدا بس كلامكم ده هو اللي بيشجعني اني استمر. وكالعادة قبل ما نبدأ يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعوا لإخواتكم في فلسطين. ولو أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. شفنا في الحلقة اللي فاتت إن يوجين عرف إن في جزء في الجمعية الفاسدة عاوز يبيعه لدولة أجنبية، وإن يوهان كان بيعمل كل دوت عن قصد عشان يكشفهم. ويوجين طبعا أول ما بيعرف الكلام ده بيخطط إنه ما يضيعش وقت ويوقعهم بسرعة، وبيخلي الجمعية تقبض عليه بتهمة ضرب صيادين مرتفعين الرتبة وبيدخلوه السجن. وبكده ادالهم الفرصة على طبق من دهب، وفعلا خطته بتنجح، وبيقدروا انهم يخطفوا يوجين ويسفروه بره البلد عشان يعرضوه في مزاد بيع البشر. وفي البداية يوجين كان خايف لا يتعرض للتعذيب زي المرة اللي فاتت بالظبط، لكن بيتفاجئ ان المرة ديت بيدلعوه على الاخر وحاجزين ليه جناح مخصوص عشانه. وكانت خطته ماشية تمام التمام لحد ما ظهر ليه هيونجي وطلب منه انه عايز يضيف جزء جديد في الخطة. وبيجي تاني يوم وبيكون يوجين قاعد قدام البسين ومروق على نفسه على الاخر ولا كأنه في مصيف يا عم الحاج. هو بيقول لنفسه هو لو كل الخطف بالمنظر ده فما عنديش مانع اني افضل مخطوف عادي جدا، ده حتى بيبو مبسوط ومستمتع على الاخر. وبتيجي عليه واحده وبتقول له اتفضل عصير المانجا بتاعك يا سيدي، فبيشكرها يوجين وبتشيل البت ديت النضاره بتاعتها. وبتظهر بريم وبتقول له ده انا يا اجاشي، فبيتصدم جدا يوجين وبيقول لها بريم انت ازاي جيتي هنا؟ فبتقول له اجاشي يومي الله يبارك له عمل ليا نضاره زي اللي كانت مع يوهان بقدر من خلالها اني استعير وش الاشخاص، وزي ما انت شايف قدرت اني ادخل لحد هنا ومحدش قدر يتعرف عليا، وانا جاي عشان اطمنك واقول لك ما تقلقش، احنا هندخل المزاد على اننا اشخاص مشتريين عاديين. ودي كانت صعبة جدا بس احنا قدرنا نحل الموقف ده. بس اللي انا مستغربها برضو ازاي اجاشي يونجي وصل لك قبلنا ودخل من غير اي اعتراض منهم كمان. وبيسرح يوجين في كلامها وبيرجع فلاش باك وهو قاعد مع يونجي وبيعرفوا يونجي ان جاله دعوة حضور للمزاد، وانهم عرضوا عليه ان يجي ويشوف الغرض الثمين اللي هيتباع في المزاد ده، وانه هيكون مختلف عن كل المزادات اللي كانت قبل كده. فبيتصدم يوجين وبيقول له دعوة؟ وهو انت بيدعوك عادي انك تحضر مزادات لبيع البشر؟ فبيقول له يونجي لا طبعا، انا دعوني باسم شخصيتي التانية اللي محدش يعرفها. انت عارف بقى يا يوجين الشهرة لازم تخلي الواحد عنده كذا هوية عشان يقدر يتعامل، وبعدين المزاد ده بيحضر فيه الناس اللي مش مستيقظين اكتر من المستيقظين، وغالبا الاشخاص دول بيبعتوا ناس تنوب عنهم بدل ما يجوا هم بنفسهم. وده اللي انا عملته، انا بعت قائد نقابة جوبيتر كبديل ليا. بيبص له يوجين بصة عبط كده وبيقول له بعت نفسك عشان تنوب عن نفسك؟ شكلك فاهم يا نصة. بس بيلفت انتباهه حاجة مهمة وبيقول لنفسه ده طلع شكل شخصية يونجي المستخبية أقوى من شخصيته الحقيقية بكتير، ده بعتوله دعوة لمزاد إتجار بالبشر. يا ترى أنت بتعمل إيه يا يونجي يا سوسة أنت من ورانا؟ شكلك وراك مصايب كتير جدا. وبيقول يوجين وأنا مالي بكل اللي أنت بتحكي فيه ده، أنا كده كده مش هكون في المزاد أصلا. فبيقول له يونجي يا خسارة أنا كنت بتمنى إنك تكون هناك. فبيتصدم يوجين وبيقول له إيه أنت عبيط ولا إيه يا جدع أنت عايزني أتباع بجد ولا إيه؟ فبيقول له ده على عيني، ده انا افضل اعلي في السعر لحد ما اخدك لنفسي، بس للاسف مش ده اللي انا عايزه حاليا، انا الصراحه عايز احط ليهم السم في العسل، او بمعنى اصح انا مش عايز امسك الاشخاص الفاسدين اللي في الجمعيه بس، ده انا عايز امسك كل الاشخاص اللي بيتاجروا بالصيادين، وانت افضل طعم اقدر اني امسكهم بيه. وبيرجع يوجين باك وبيكون بيحكي كل ده لبريم، وبتقول له بريم يعني احنا دلوقتي هنوقع كل الاشخاص اللي بيتاجروا بالصيادين كمان؟ ده طلع اجاشي يونجي طيب وعنده حس عداله قوي جدا. فبيقول لها يوجين لا وانت الصادقه، دول اكيد بيضايقوه في حاجه معينه وهو عايز يتخلص منهم كلهم كده لوكشه واحده، اساليني انا عليه ده مفتري يا بنتي. وبتقول له بريم يعني احنا دلوقتي المفروض اننا نخلص على كل تجار البشر، مش دي تعتبر جريمه برضو؟ بس انا ما عنديش اي مانع ان اول جريمه ارتكبها تبقى بالشكل ده. فبيقول لها حلك حلك يا طالبة الثانوي الفاشلة انت، احنا مش هنقتل اي حد، احنا هنعمل خطة جبارة وهنطلب الدعم فيها،
يا ترى بتخطط لإيه يا عم هيونجي يا ده يا أنت؟ ما علينا، المهم بيجي اليوم الموعود يوم المزاد، وبيروح عليه هنري وبيقول له: ها يا سيد يوجين، جهزت ولا لسه؟ أنا بتمنى إن الهدوم اللي جبناها لك تكون على مقاسك. بيقول له يوجين: أنا مش فاهم إيه لازمتها إنك تشيكني بالمنظر ده. فبيقول له هنري: إزاي؟ ده مزاد عالمي واللي بيجوا فيه مش أي حد، دول بيزايدوا بالملايين ومليارات الدولارات كمان، يعني لازم تكون على سنجة 10. وبعدين أنت الشخصية الرئيسية في المزاد النهارده، إيه اللي حواليك مش مهمين قوي، دول شوية صيادين منخفضين الرتبة إيه اللي بيتباعوا عشان يتعمل عليهم عقد بالتنقيب داخل الدهاليز الخطيرة، يعني كلهم مالهمش أي لازمة. إنما فأنت البونبوناية بتاعت مزاد النهارده، عشان كده أنا خليتك آخر حاجة. بيقول له يوجين: على كده أنا لازم أتباع لأكتر شخص غني في المزاد ده عشان أتأكد إنه هيعاملني كويس. بيأكد هنري على كلامه وبيقول له: دلوقتي اتفضل معايا من هنا. وبيدخل على المسرح هنري وبيقدم ليهم يوجين، وبيقول لهم: دلوقتي مع مفاجأة المزاد، الصياد مروض الوحوش الوحيد والأول في العالم، الصياد هان يوجين. والناس أول ما بيشوفوه بيفرحوا جدا وبيفضلوا يتكلموا عليه، وبيقولوا لبعض: أنا سمعت إنه دايما كان محمي من مستيقظين بالرتب إزاي قدروا يخطفوه ويجيبوه لهنا؟ وناس تانية بتتكلم عن الوحش اللي واقف فوق دماغه اللي هو المعلم بيبو. وكل دوت وهنري بيكمل في مزايا يوجين وبيقول لهم انه كمان بيقدر يستكشف المهارات ورتب الاشخاص الغير مستيقظين، ويا بخته يا هناه سعيد الحظ اللي هيقدر انه يشتريه، ده كانه اشترى العالم كله. والناس فعلا بيكونوا ما عندهمش اي مانع انهم يدفعوا فيه مبالغ كبيره، ده حتى ان بدايه فتح المزاد بس عليه هتبدا ب10 مليار. ايه الناس الجحده ديت يا عم الحاج؟ هو في اصلا كده؟ يا رب وعدنا بشويه دولارات من دول. المهم المعلم يوجين مش بيشغله كل الكلام ده، وبيكون مركز على الصيادين الكتير اللي محطوطين جوه قفاص ويتباعوا للناس دي، وعلى الوحوش اللي متهانه ومحطوطه جوه قفاص برضه. وطبعا يوجين الجاحد مش هيفضل ساكت كده، وبيجري يسحب المايك من ايد هنري وبيقول لهم: اسوأ حاجه حصلت لي اني شفتكم يا شويه اوغاد، والمزاد ده غير قانوني طبعا. طبعا بيعم السكوت والدهشه في المكان كله. فبيضحك يوجين وبيقول لهم: ايه مالكم استغربتم كده ليه؟ عشان يعني انا السلعه اللي هتتباع وفي نفس الوقت انا اللي ماسك المايك وبتكلم؟ شكلكم نسيتوا اني بشري زيكم وعندي لسان، وحتى لو كنت هتباع ليكم النهارده فانا برضو من حقي اني اختار اللي هتباع ليه، يعني ما ينفعش اقع لا انا ولا مهارتي بين ايدين اي حد والسلام. عشان كده انا هضيف شرط اللي هيقدر ينفذه هو اللي هتباع ليه. وطبعا ده كله بموافقه منظم المزاد هنري. وبتخرج واحده من الحضور عن سكوتها وبتقول له: انت فاكر نفسك مين يا حشره انت؟ ده انت يا حيالله مجرد سلعه هنشتريها بفلوسنا، لا رحت ولا جيت حتى. بيفرح يوجين وبيقول لنفسه: ايوه بقى، اخيرا في حد فيهم اتضايق وخرج عن شعوره، هو ده المطلوب. وبيرد عليها يوجين وبيقول لها: انا بونبونايه المزاد يا مدام، يعني انا الاساس والشرط ده يتحط مخصوص عشاني. بتتعصب البت ديت اكتر وبتقول له: هو انت مين قالك انك مميز اصلا؟ ده انا كنت فاكراك بتدخل الدهاليز وبتخرج بوحوش مروضه جاهزه، بس اللي اتضح انك بتروض الوحوش ديت بره، يعني هتكلفني مبالغ كبيره جدا اكل للوحوش دي. وبيصوروا الناس من حواليها وبيقولوا فعلا عندها حق، هو شايف نفسه علينا كده ليه؟ ده حتى وشه يقطع الخميره من البيت زيه زي اخوه بالظبط. بيبتسم ليه ويوجين ابتسامه بيضه وبيقول لها: يا انسه ولا يا مدام انت شكلك عبيطه ولا ايه؟ ده حتى مروض الحيوانات العاديه بياخد وقت عقبال ما يروض الحيوانات دي، ما بالك بقى بوحوش خارجه من الدهاليز؟ يعني عمرك شفتي مروض حيوانات خرج من الغابه ومعاه نمر مروض في ايده؟ بتقول له: ما اسلوبك الزفت دوت وانك شايف نفسك وعمال تتفخر بنفسك هو اللي خلاني اقول كده. يا ابني ده لو حد رماك جوه الدهليز وسابك وخرج هتتاكل وهتموت ومحدش هيسمع عنك اي حاجه. ولا اقول لك ما تيجي نجرب هنا عملي؟ وبتخرج نار من ايديها وبتكسر قفل قفص وبيخرج من جواه طائر مخيف جدا. وبتقول له: ما تورينا شطارتك بقى يا عم الجاحد انت وتروض ليا الوحش دوت هنا ودلوقتي حالا. بيزعق فيها هنري وبيقول لها: ايه اللي بتعمليه ده؟ الله يخرب بيتك، إيه الكلام ده ممنوع هنا اصلا. ويوجين اول ما بيشوف الوحش بيخاف وبيتوتر جدا، ومش هو لوحده، كل الضيوف كذلك وبيطلعوا يجروا. وهنري بيفضل ينادي على الحرس عشان يعملوا اي حاجه، والوحش تقريبا عارف هو بيعمل ايه وبيجري بكل سرعته على يوجين. ويوجين بيكون خايف جدا وبيقول لنفسه: انا لازم اطلع ايون دلوقتي حالا، لكن للاسف ما بيلحقش لان الوحش بيكون سريع جدا. بس شكل الواد يوجين ده امه دعياله، وبيظهر واحد من الحضور وبيزق يوجين بسرعه بعيد عن الوحش، وبيقدر انه يوقف الوحش دوت بايد واحده بس.
وطبعا من سرعته الوحش كان فيه تراب ملا المكان كله. واول ما بيهدى التراب ده بيتفاجئوا كل الموجودين ان اللي قدر ينقذ يوجين ووقف الوحش ده راجل عجوز عنده 90 سنه واسمه ايون. والمفاجاه الاكبر انه غير مستيقظ كمان. وبيبص ايون ليوجين وبيقول له عشان كده كنت دايما بمنعك انك تتظاهر على انك ضحيه يا اخي. فبيتصدم يوجين في اللحظه ديت وبيقول لا مستحيل، ايون يبقى اخويا يوهان ومتنكر في هيئه الراجل العجوز ده. وطبعا كل اللي حصل ده ما عداش على الناس اللي كانوا في قمة دهشتهم من انه راجل كبير في السن وغير مستيقظ قدر انه يوقف وحش ويسيطر عليه. فبيبرر على طول ايون انه استخدم عنصر دفاعي مش اكتر. فبيرد عليه حد من الموجودين وبيقول له ده انا افتكرتك استيقظت يا سيد ايون. ويوجين اول ما بيسمع كده بتجيله فكرة جنان وبيجري على ايون وبيمسك ايده وبيقول له شكرا جدا ليك يا سيد ايون، انا شايف انك هتصبح صياد بالرتبه اس لو انا ايقظتك. بيتصدم ايون وكل الموجودين من كلام يوجين ده. وبتتكلم البت العقربه تاني وبتقول له انت تاني برضه بتحاول انك تتباهى بمهارتك وانت اصلا فاشل، ده اصحاب الرتب اس يا ابني قليلين جدا ونادر لما بيظهر حد، وغير كمان انه شخص عنده 90 سنه يبقى ازاي هيبقى مستيقظ وبرتبه اس كمان. وسعت منك شويه دي، لا شويه ايه شويتين تلاته كده. بيضحك يوجين ضحكه صفرا وبيوجه كلامه لايه وبيقول له سيبك منها، بما انك انت انقذتني فانا هرد ليك الجميل ده وهستخدم مهارتي عليك واخليك تستيقظ. وبيقرب يوجين من اخوه فبيقول له يعني انت بتعمل ايه الله يخرب بيتك. فبيقول له يوجين انا هحاول اخدعهم، فانت كل اللي عليك انك تعمله انك تكمل التمثيليه معايا. وبيبص لكل الموجودين وبيقول لهم انتوا شايفين ان مهاره ترويض الوحوش مش مهاره مميزه قوي صح؟ طيب ايه رأيكم في مهارة تقييم الاشخاص واستيقاظهم؟ وطبعا كل الموجودين بيكونوا منبهرين جدا. وفي نفس اللحظة بيقرب يوجين من يوهان وبيقول له واحد اتنين. وبيستخدم يوهان مهارة النار وبيعمل انفجار ضخم جدا. واول ما بيهدى الجو بيظهر ايون بجسم بودي جارد، والله ده جسم واحد قاعد في الجيم سنين يا عم الحاج. وبيمسك الوحش اللي قدامه وبيقدر انه يخلص عليه بايد واحدة بس. وطبعا كل الموجودين بيتجننوا من اللي شايفينه ده. وبعد ما كانوا بيقللوا من قيمة يوجين بقوا هيتجننوا عليه. وهنري طبعا بيفرح جدا وبيقول معظم اللي موجودين هنا مش مستيقظين وما يقدروش يدخلوا الدهاليز بنفسهم، عشان كده مهارة التقييم أكتر أهمية عندهم من مهارة الترويض. دول هيستغلوها مش عشان ينقذوا نفسهم وبس، لا دول كمان هيشتروا صيادين شباب ويخليهم يستيقظوا ويكونوا جيش خاص بيهم لنفسهم. ده الشخص اللي هيشتري يوجين فعلا هيكتسب قوة عالمية وحقيقي كأنه اشترى العالم كله. ده طبعا بالنسبة لي صفقة العمر، لأن أنا هكتسب من ورا البيعة ديت مليارات لا تعد ولا تحصى. وبيروح يوهان اللي في جسم ايون يفك الكلبشات بتاعة يوجين بإيد واحدة. وبتنادي عليه البت العقربة من تاني وبتقول له انت فعلا عجبتني، فانا خلاص مستعده اني اشتريك باي تمن، فاستعد بقى لاني انا اللي هاخدك من هنا. بيبص لها يوجين وبيضحك ليها ضحكه صفرا وبيقول لها ومين قالك اني اوافق اصلا. وبيتحمس جدا وبيقول لها انا هستخدم عليك بطاقه الرفض. فبتتصدم البت جدا وبتقول له بطاقه الرفض؟ فبيقول لها ما انت لو كنت صبرتي وسمعت القواعد ما كانش كل ده حصل. وبيروح هنري يمسك المايك وهو مبتسم على الاخر وبيقول لهم الصياد يوجين معاه 3 بطاقات رفض معمولة مخصوص عشانه يقدر يرفض بيهم الأشخاص اللي مش عايزهم يشتروه ويختار الشخص اللي عايزه يشتريه. يعني من الآخر اللي هيكسب قلب يوجين هو اللي هيوافق يتباع عليه. وبما إنك عملتي مشكلة وفوضى في المكان ويوجين استخدم عليك بطاقة الرفض فأنت ممنوعة من المشاركة في المزاد. طبعا البت بتتصدم صدمة عمرها يا عيني. ويوجين بيضحك ضحكة صفرا وبيقول لها إيه اتضايقتي؟ دي أول مرة حد يرفضك وفلوسك الكتير ما نفعتكيش في حاجة صح؟ يلا بقى يا حلوين حاولوا انكم تخلوني احبكم عشان اوافق اتباع ليكم. فبيسألوا حد من الموجودين المطلوب مننا نعمل ايه يعني. فبيقول له يوجين سؤال حلو قوي قوي، بما اني اول مرة اشوفكم ومش عارف شخصية كل واحد فيكم وانا اهم حاجة عندي الشخصية، عشان كده هستعين بالعناصر بتاعتكم فقدموا ليا افضل واحسن العناصر اللي معاكم. كل ما كان العنصر نادر وقوي واستغنيت عنه عشاني وقدمته لي كهديه يبقى انت تستحق فعلا انك تبقى الملك الجديد بتاعي. طبعا بيتوتروا كل اللي في المكان وبيقلقوا وبيقولوا لبعضهم احنا ايه ضمننا اننا ما نتعرضش للسرقه. فبيزعق فيهم واحد وبيقول لهم اثبتوا مكانكم، لو محدش فيكم وافق على اللي بيقوله هيرجع تاني المزاد لطبيعته. فبيرد عليه واحد تاني وبيقول له ما يمكن تكون ديت فرصتنا الحقيقيه فعلا. وبيقول يوجين في نفسه زي ما توقعت بالظبط، محدش فيهم هيحاول انه يغامر ويديني عنصره المميز، انا محتاج دلوقتي اغير في الخطه على طول.
ومرة واحدة بتظهر سلسلة يونجي وبتكتف يوجين جامد جدا، وبيتوجع جدا وبيقول لنفسه هو بيعمل ايه الغبي ده؟ انا ما طلبتش منه انه يعمل كده. وبيظهر يونجي وبيقول له انت مغرور وشايف نفسك قوي كده ليه؟ المفروض العبيد تتصرف كالعبيد وتتواضع. فبيضحك يوجين وبيقول له مش شايف انك بتتعامل معايا بقسوة زيادة؟ طيب اعمل حتى اعتبار اننا نعرف بعض. فبيقول له يونجي عشان كده انا بعمل كده اصلا، ده انا متغاظ منك جدا وجاي اقفش غليلي فيك، ده انت دايما كنت شايف نفسك علينا يا عم الحاج. وطبعا كل اللي في المزاد بيفرحوا جدا باللي بيعمله يونجي وبيقولوا اخيرا جاله اللي هيربيه. ربيه يا يونجي وعرفه مقامه. طبعا يوجين بيتصدم وبيقول ايه الناس دي؟ هم ازاي كده؟ دول مش بشر نهائي، هم ما سمعوش حاجه عن الديمقراطيه والعداله. اه صحيح، هم لو كان عندهم اخلاق اصلا ما كانوش جمله هنا من البدايه. هو بيروح يمسك ايون السلسله بتاعت يونجي وبيقول له ما ينفعش كده، إيه انت ازاي تعذب غرض مش ملكك اصلا؟ كل الموجودين بيكونوا مصدومين ان السيد ايون اللي عنده 90 سنه ولسه مستيقظ من نص ساعه بس قادر انه يقف في وش قائد نقابه جوبيتر، ده اكيد عنده مهارات قويه جدا. ويونجي بيصدمهم اكتر وبيقوم سايب السلسله بتاعته وبيقول له انا بتنازل ليك عن السلسله بتاعتي، اعتقد انك كده هتوافق اني ابقى الملك بتاعك الجديد صح؟ وما اعتقدش ان في حد من الموجودين معاه عنصر قوي مميز زيي. بيبتسم يوجين وبيكلم نفسه وبيقول صايع يا هيونجي، انت اديتني سلسلتك اللي هي بالرتبه اس اس والفريده من نوعها عشان تخلي باقي الناس تتشجع وتديني عناصرها. بيتعدل يوجين وبيقول له ده في احلامك، بعد اللي عملته معايا دلوقتي انا هستخدم بطاقه الرفض التانيه عليك. وبيقول يوجين لنفسه انا كده رفضت افضل واحد معاه عنصر فيهم، فاكيد هم دلوقتي هيتشجعوا ويدوني عناصرهم. ويوهان هو كمان بيقدم ليه عنصر بالرتبه ايه. وبيبص لهم يوجين وبيقول ها في حد تاني عايز يبين ليا انه يستاهل اني اتباع ليه؟ وبيتحمسوا كلهم وبيجروا عليه وبيفضلوا يدوله في عناصرهم المميزه والغاليه جدا جدا. وبيفرح يوجين وبيقول لنفسه يا ولاد الغنيه، كل دي عناصر معاكم وخايفين تدخلوا بيها الدهاليز وبتشتروا الصيادين الغلابه وتعرضوهم للموت لمجرد انكم ترضوا غروركم وتجمعوا فلوس اكتر. ده انا هنتقم منكم اشر انتقام. وسط المدعكه دي كلها اتنين بياخدوا بالهم ان هيونجي مش موجود، فبيتوقعوا انه اكيد مشي بعد ما يوجين رفضه. لكن في الحقيقه هيونجي بيكون فوق المبنى عشان يبدا في تنفيذ خطه الانتقام. وبيقول يلا بينا نبدا التنظيف زي ما طلب العم يوجين. وبيستخدم مهارته وبيعمل برق قوي جدا في السماء، وبياخدوا بالهم كل الاعضاء اللي في المزاد من اللي حصل ده. وبيقولوا غريبه، الاخبار ما قالتش ان الجو هيمطر النهارده. اما نوا بيكون مهمته انه يطفي كل اعمده الكهرباء اللي في الشوارع وينشر احجار سحريه على طول الطريق من البحر للفندق. بكده كل المباني هتكون مظلمه ومفيش غير المبنى اللي فيه المزاد بس هو اللي منور. وبريم بتكون مهمتها هي انها تنور كل الاوض اللي في الفندق وتفتح كل الستاير عشان يكون البرج الوحيد اللي منور بزياده، وتخلي اللي جوه اعماق البحر يشوف البرج اللي منور ده. انت ناوي على ايه يا يوجين يا داهيه؟ وبنرجع تاني ليوجين وبيضحك وبيقول ودلوقتي نبدأ اللعبة اللي بجد، بس عندي سؤال ليكم الأول قبل ما نبدأ. هل حد من الموجودين هنا ممكن بعد ما يشتريني يطلق سراحي؟ بيتصدموا كلهم وبيقولوا انت بتقول ايه انت؟ بيقول لهم زي ما سمعتم انا كمان عندي عيلة وعندي شوية وحوش كده بيعتبروني ابوهم الوحيد، حد عنده نية انه يسيبني ارجع ليهم تاني؟ بيضحكوا وبيقولوا شكلك شفت نفسك جدا لاننا نفذنا كل اللي انت عايزه مننا. بيضحك يوجين وبيقول لهم زي ما توقعت بالظبط، ما حدش فيكم هيوافق يبقى كلكم متورطين في الموضوع ده. ودلوقتي هنبدأ اللعبة. اول حاجة هخزن كل العناصر والمعدات اللي اديتوها لي جوه المخزن بتاعي، واوعدكم اني هحاول اوزعها على كل الصيادين اللي محتاجينها بجد. وبيتعصبوا جدا وبيزعق واحد فيهم وبيقول حد يقول ان كل اللي بيحصل ده عرض مش اكتر، وانتم قلتم انكم هترجعوا لينا معداتنا. وفي حد تاني بيزعق في بريم ايه اللي بتكون شايله كل الصيادين اللي موجودين في الاقفاص وبتقول لها هي انت واخده كل عبيدي ورايحه على فين؟ فبتضحك بريم وبتقول لها انا اسفه، انا بنظف المكان مش اكتر. فبتستغرب وتقول لها تنظيف؟ تنظيف ايه ده؟ وبتنادي على هنري وبتقول له اشرح لنا ايه اللي بيحصل هنا يا سيد هنري. فبيقول لها والله ما عارف ايه اللي بيحصل هنا، انا متاكد ان كل عمال النظافه مشوا من المكان من قبل ما يبدا المزاد. وبيضحك يوجين وبيقول لهم دلوقتي هيبدا التنظيف العميق. وبيدخل نوا في اللحظه ديت من الشباك وبينشر السم بتاعه عليهم. طبعا كل الموجودين بيترعبوا وبيقولوا ايه اللي بيحصل ده؟ بوابه انفجرت ولا ايه؟ وبيطلعوا يجروا في كل مكان. وبيروح نوا على يوجين وبيقول له يوجين جيت في الوقت المناسب يا نوا. فبيقول له نوا امسك بس انت فيا كويس ويلا بينا نفل من هنا بسرعه.
وبيخرجوا من الفندق وإبريم بتطير وراهم، بس هنري بيمسك في رجليها وبيبقى مش عايز يسيبها نهائي، وبيقول لها انت يا حراميه انت واخده بضاعتي على فين؟ وانت يا يوجين وحياة امي ما هسيبك بعد اللي عملته في زبايني ده. انت عارف ايه اللي ممكن يحصل لك لما اهالي الناس ديت تعرف انك السبب في كل اللي حصل ليهم؟ فبيضحك يوجين وبيقول له ومين قالك ان في اي حد هيعرف باللي حصل هنا اصلا؟ اللي جاي من تحت مش هيخلي لا المكان ولا لاي حد اثر. فبيقول له هنري انت تقصد ايه باللي بتقوله ده؟ ومره واحده بيتفاجئ بانفجار ضخم جدا في البحر، وبيخرج منه وحش ضخم جدا على هيئه اخطبوط، وبياخد المبنى كله بالحضن يا معلم. وبيعرفنا يوجين ان مدينه هونج كونج مدينه مليانه بالناس ودهاليز كتير جدا، وفي حياه السابقه كان السبب الرئيسي في سقوطها هو وجود دهليز مائي في اعماق البحر، ولان محدش اكتشف البوابه ديت وقدر انه يطهرها، خرج منها زعيمها وحش عملاق جدا اسمه الكراكن، وعاش في البحر. لكن في يوم من الأيام وتحديدا بعد سنة من دلوقتي كان الجو ضلمة جدا قدام البحر، وما كانش فيه غير مبنى الصيادين الوحيد اللي منور عشان لو حصل أي حاجة يلجأوا ليه. ولكن للأسف الكراكن بيحب الأضواء جدا، وخرج من البحر عليهم على طول ودمر المبنى كله بالكامل بالصيادين اللي فيه كمان. وده كان السبب الرئيسي في سقوط هونج كونج. وطبعا بما اني اعرف كل المعلومات ديت من حياتي السابقه، فلازم اني استغلها في حياتي الحاليه، وقررت نفس الظروف اللي خلت الكراكن يخرج من البحر، ونشرت الاحجار السحريه على طول طريق البحر عشان اسهل عليه الموضوع اكتر. واعتقد ان الخطه نجحت اخيرا. وطبعا هنري كان عمال يعيط ويقول له فندق المزاد بتاعي اكل عيشي. فيونجي في اللحظه ديت بيستخدم مهارته وبيمسكه بحبل وبيقول له عندك حق، انت منظم المزاد، ازاي تسيب ضيوفك وتمشي كده؟ يلا يا حبيبي روح لضيوفك. وبيرميه على المبنى على طول. وبريم بتكون مبسوطة جدا وبتقول له ده الكراكن طلع ضخم جدا قد المبنى. فبيقول لها يوجين عشان كده عايزك تستعد يا بريم، واول ما الكراكن يخلص تنظيف مبنى المزاد احنا هنتدخل ونخلص عليه قبل ما يرجع للبحر تاني. انت اكيد فاكرة الخطة مش كده؟ نجمع العناصر ونخلص على كل تجار البشر وننقذ مستقبل هونج كونج. هو بيفعل مهارته عليهم وبيقول لهم يلا بينا عشان نضرب عصفورين بحجر واحد ونرجع لبلدنا منتصرين. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. بس يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هل فعلا هيقدروا على الكراكن اللي خلص على مبنى الصيادين في حياته السابقة وقدر كمان انه يخلص على كل الصيادين اللي فيه؟ كل دوت هنعرفه في الحلقة اللي جاية. بس خليك شاطر واعمل لايك يا أسطورة، محدش هيضغط عليك اكتر من كده، وحياة امك دوس على اللايك يا اخي. لا اله الا الله، محدش يحلف بحاجه غير الله يا جماعه، وحقكم عليا. وحابب افكركم يا اساطير ان احنا عاملين قناه على التليجرام، ايوه زي ما انت سمعت كده بنفس النطق، احنا بنرغي فيها رغي ما اقولكش يا عم الحاج. توحد رهيب جوه الجروب ده. يلا بسرعة روح على هناك وتناقش معايا في تفاصيل التفاصيل. وكالعادة قبل ما نقفل يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا سلام.